طب ايه الكلام على ايه يا اخواتنا؟ كلام على اننا مش فاهمين الحوار. في ايه يا عم نصار؟ انا اول مره اطلع عمليه وما اعرفش فيه ايه. عاطف القلفتي رقبته سداده، لكن لازم يعرف هو فيه ايه. ومن الاخر كده انا في ظهركم عتاوله. والله لو انت اللي في ظهرنا يا عاطف يبقى عليه العوض. عم نصار اكتم يالا. انا لو كتمت مش هتكلم. ما هو ده المطلوب، اكتم. مؤاخذة يا عم نصار، مؤاخذة يا عم خضر، يعني الحوار عمال يوسع واحنا مش فاهمين اي حاجة. احنا نفديكم راقبين على عتاوله وانتوا عارفين ده كويس قوي، بس لازم نفهم. واي حاجه هتحصل واي حاجه بتحصل هنطلعوا منها زي ما طلعنا من اللي قبليها. محتاجين نرزمن كلنا كده ونهدوا عشان القبطان يعرف يخطط. المرة دي غير كل مرة، وشكلها هتوقع حد فينا وتبقى الناهية. ما فيهاش رجوع يا خضر، لا تسليم البضاعه هيدينا الامان ولا بيع هيحلنا منهم. المره دي هيبقى فيها دم. لو بقى فيها دم يا نصار هتبقى انت السبب. احنا مش هنستنوه، المره دي احنا اللي هنسبق بالضرب. وهنسبق على مين ولا مين؟ شديده ولا الوزانه يا جدعان؟ طب الوزانه عارفين ديته الفلوس، لكن شديده جايه في دم ابنها اللي بين الحياه والموت. ما كناش رايحين في دم بني، طلقه طايشه وطلعت بالغلط. سيبك من الطلقة الطايشة، خلينا في الطلقة اللي احنا مستنيينها. انت عاوز يا خضر؟ اللي انا عاوزه انت عارفه كويس. وانا مش هنعمله. يا ابني افهم، اللي بيحارب على كل الجبهات خسران، واحنا بسم الله ما شاء الله بدل الجبهة 10. خلينا كده نحلها بالراحة وبهدوء بدل ما نشيل الطين اكتر ما احنا شايلينه. فالحل بقى اللي انت شايفه ان احنا نطلعوا بالمصلحه ونسلمها لهم. انت فاكرك هيحلونا؟ دول اول ما ينولوا المطلوب هيخلصوا علينا واحد واحد. بالظبط، يبقى نحلها بالعقل. ازاي؟ انا اروح لجديدة واشوف ناوي على ايه. انت اتجننت في دماغك؟ تروح لجديدة وهي مفكره ان احنا اللي حاولنا نقتل ابنها ده بالحياه والموت. ما تقلقش، هاخد الرجالة معايا امان يعني، والحمد لله الواد لسه فيه الروح، يعني الكلام معاه فيه روحه وجايه. طب وبعد ما تروح لها وتفهم اللي في قلبها نشوف هنقفل بابها ازاي، وبعد كده نلعب على الوزان وعدوله والخواجه. ايوه خضر بس استنى بس يا بني. خضر بيتكلم صح. انت تروح لجديدة وتجيب لي تمامها وتجيب لي في عباها، ومن يميت انا عارف هعمل ايه. هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ هقول لك، بس لما تجيب لي تمام شديد الاول هتاخد معاك دبه والشحات والبني يامنوك، عشان الولايه دي ما تتضمنش بجنيه. وماله، هسيبك تسوق يا نصار للاخر ونشوف اخرتها، بس قدام الرجاله كلها بقول لك لو حد فينا وقع هيبقى في رقبتك. وانا قدها يا خضر. يلا رجاله. على فين يا خضر؟ خليك انت قاعد، ما تجيش معانا. برضه يا خالتي مش هنوديه مستشفى؟ ما ينفعش يا بنتي. بيجو ده حظه قليل في الدنيا كلها، حتى المستشفى مش هقدر اوديه عشان الحكومه ما تشمش خبر. طب الدكتور لما جه قال لك ايه؟ اهو بيجي يطمن عليه، مستنيين رحمه ربنا. ربنا يسترها ان شاء الله. يا رب. تعرفي يا فتنه، بيجو ده امك هي اللي ربته، كان بيحبها قوي، كان نفسها يقول لها يا ماما، كانش يرضى ابدا الواد، يقول لها انا عندي ام واحده بس شديده. هوني على نفسك يا خالتي، هيقوم وهيبقى حلو ويرجع احسن من الاول. شديده الكتا عمرها ما هتتكسر بعينيهم. يا رب. ظلمته، كان نفسه يقول لي يا ماما او يما، كنتش برضه اقول له اخرس، خايفه عليه. كان دايما يقول لي يما اللي بتعمليه ده غلط، اخرته موت. يا ريت انا اللي كنت مت. بعد الشر عليك يا خالتي، والنبي ما تقولي الكلمه دي تاني. صعبان عليا نفسي، مش عارفه اعمل له حاجه، ظلمته. لا حول ولا قوه الا بالله. والنبي يا خالتي ما تشيلي نفسك فوق طاقتها عشان خاطري. انت ايه اللي جابك هنا بعد اللي عملته في بيجو؟ بس يا ماما كلامي مش معاكي، ما عملناهاش يا جديده، وانت عارفه كويس قوي ان العتاوله ما لهمش في الدم. كلامي معاكم يا عتاوله خلص، واللي جاي هيبقى فعل. ايه جاي تشفى في ابني تشوفه صح ولا ميت؟ عارف انك موجوعه، وعارف ان مفيش اي حاجه تطبطب على وجعك ده، بس انا قلت اعمل باصلي واجي اطمن عليه. وانا بقى مش هستريح الا وانا مخمسه على الحيطان بدمكم.
ربنا ينولها لك ان شاء الله. خلينا في المهم. ما عنديش اهم من ابني. لا، في البضاعة، وانتي عارفة كويس، ونفسك توصلي لها، ومهما لفيتي ودورتي مع نصار مش هتوصلي لحاجة. بس أنا جاي أقول لك بقى إن المصلحة خلاص في عبي والبضاعة في حجري. انت عاوز ايه؟ نمشيها سلمي عشان كله يبقى مبسوط، بلاش نمشيها دم عشان كله هيزعل. انا مش هزعل اكتر ما زعلت، وقريب قوي هيجيلكوا ردي. بشوق. سلام يا موليجو. يا رجاله، خضر راح عند جديده. حصل يا كبير، بس الولايه دي مش ناويه الجبل بره. لولا وقفتنا رجالتها ما كانش خرج من يمتها سليم. وخضر فين دلوقتي؟ طلع على البيت. باب شديده ده لازم يتقفل. مش هيتقفل، مش هيتقفل يا عم نصار. الست دي مش هتسكت غير لما تاخد طار ابنها، وهتنط لنا في المصلحه. لا لا بقى، ما تسكت ما تسكتش. اللي يروح لها انا نصاره اموتها، امسك في زماره رقبتها. الست دي انا قلت لك من الاول شديده كتعه مش كتعه. الست دي من ساعه ما دخلت علينا واحنا عايشين في سواد. انا شايف ان دورها خلص لحد كده. يبقى عشان كده لازم نبتدوا معاه من بدري. ناوي عليه يا عم نصار. الواد سلامه الراجل بتاعها اللي احنا عكشناه لسه تحت ايدينا. مرمي في الخن. حلو. الواد ده شايل كل بلاوي جديده على كتافه. لو عايز يخلص من كفنا اللي طابق على روحه يبقى يروح للحكومه ويبعبع بكل بلاوي جديده من اول الشمال لحد قتلها للواد مكرونه. كده يبقى خلصنا من الولايه دي ونفوق للباقي. مدرسه ايه؟ ده موسوعه. الواد ده اتكل عليه تموت، واول ما يفرفر ويبقى جاهز تعرفوني. خلاص ده انا هطرشم سنان بس لو مات مني عادي. عادي. ماشي، يلا. طب اضحكي في وشي، طيب بلاش افرديها عشان تفتحي نفسي. كلي خضرة والنبي، انا مش طايقه نفسي. وانا كمان مش طايق نفسي. في ايه؟ في ان انا تعبت وعايزه اتكلم، حتى لو هيكون الكلام ده اخر كلام ما بيني وما بينك. وايه اللي جد؟ اللي جد ان انا ما بقتش قادره اعيش في البيت ده. ما بقتش قادره لا بات فيه اصحى فيه. انا ما كنتش عامله حسابي على البهدله دي. طيب ممكن بس نعدي اليومين دول وبعد كده نتكلم في اي حاجه انت عاوزاها. لا انا مش هعدي حاجه، ولا انا